يلا بينا نبدأ يوم جديد بسم الله. ركبت الميدالية تاني صحيح. الفلوج اتأخر معلش، وموضوع الديلي فلوج دوت انا بحاول اعمله، بس هو الموضوع فعلا صعب وانا محتاج اشتري حبة تولز وبتاع عشان ادوس، بس ان شاء الله هعمله يعني بما ان الناس كلها عايزة ديلي فلوج. بحتار قوي في تسمية الفيديوهات الفلوجز. عامل ايه يا ريس؟ ازيك يا باشا؟ انت بتفلوج عليا ولا ايه؟ وانا بفلوج عليك. بنفلوج على بعض. عامل عامل ايه؟ ايه؟ لازم بيقول ان انا بس ابقى فلوجر بس. والناس المشكله عارف ان الناس بتعمل كومبير ما بين يعني فاهم، لو حد شاف كيسي ولقاك انت لابس نظاره وبتقرب من الكاميرا كده وبتكلوز يقول لك ايه ده انت بتقلد كيسي. هو ده طبيعي في كلمة جدا. انت بتقولها زي كيسي. طبيعي يعني طب جدا، انا ممكن طبيعي. دي تبقى عندي من قبليه بس انت ما تعرفنيش. لا بس هو مفيش شك ان الواحد بيتأثر بالناس عادي. بتتأثر طبعا وبتبدأ تقلد كل الفلوجرز او كذا فلوج او كذا واحد انت بتحبه، بس المفروض مع الوقت انت بتطلع الستايل بتاعك، يعني يعني بتطلع الزوايا فلوجر، بتاعتك وبتطلع ستايل اعرف ليك ناس فلوجر ما وبتطلع. بتقولش كلمه عاش في الفلوج عشان حازم بيقولها. تخيل. تعرف ناس فلوجرز ده من الواضح ان بقى في فلوجرز كتير قوي بقى. انا اعرف فاهم بتاع 18 واحد ما بيقولش عايش. بص في الكلمه بتاعت بيكاسو اللي هي جود ارتستس كوبي جريت ارتست ستيل. تمام. ليه بقى ليه بيقول لك جريت ارتست ستيل؟ لان الجريت ارتست هو اللي بيسرق الحاجه ممكن ما يحسسك ان هي سرقت من غير ما يحسس بالظبط كده. يعني انت الفلوج اللي انت عملته عليا ده تمام، انت عملته بطريقه هو نفس التكنيك اللي انا بستخدمه بالظبط، بس انت عملته بطريقتك، فده كده دي حركه صايعه جدا. الحمد لله. احمد ابو اليزيد من اول الناس اللي تشجعني ما بدات افلوج. ده احمد ابو اليزيد كفيل لابس. لسه دلوقتي بخلص عند حازم هروح دلوقتي. يلا مياو 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 مياو. طيب العربية عطلت مني، بدورها مش بتدور وتطفي في ساعتها تقريبا، يعني في مشكلة في البنزين فيها مش عارف لسه، فوقفت في نص الشارع واقف مستني ابويا. صديقي لقاني واقف بحاول ازقها فقال لي هجيلك. الحمد لله على نعمة الاصحاب اللي يشوفوك في الشارع ويقفوا لك. ده صاحبي عمرو طارق، جاري. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. جالي هيقطرني، قال لي ما ينفعش تاخد بنزين من البنزينه غير ما ينفعش اصلا، فالحل الوحيد ان هو يقطرني. انا اول مره اتقطر في حياتي. ما تدوسش فرامل طول ما انا ماشي، ما تدوسش فرامل. عمرو وصلني البنزينه ومشي. انا دلوقتي واقف في الطابور، طابور طويل واقف حبه. السلام عليكم. انا محمد عادل من شركه كريم يا فندم. شركه كريم عارف كريم. معاه اوفر كويس، تحب تسمعه؟ ده كان بتاع كريم، شركه كريم، كان بيقول لي اوفر بتشتغل معاهم من غير ما الشركه تاخد منك كوميشنز وبتاع وكده. المهم انا اخدت رقمه، يعني حد عايز يبعت لي يعني ابعت له الرقم بتاعه. المهم ان العطله بتجيك من غير ما بتجيك من اماكن غريبه، يعني الواحد مش متخيلها، سبحان الله يعني. الحمد لله ايه خلصت والعربيه طارت على طول الحمد لله. علشان عايز تطلع معايا؟ لا شكرا. مش عايز تطلع معايا في الفيديو؟ ماشي. عايز تطلع؟ اه. بتصور ولا ايه؟ بصور فيديو. اسمك ايه؟ السلام عليكم. عمر. بتتفرج على اليوتيوب يا عمر؟ اه. طب انا بنزل فيديوهاتي على اليوتيوب، بتعرف تستخدم الكمبيوتر؟ اه. طيب تعرف تكتب على اليوتيوب بسيوني؟ بسيوني بالانجليزي وانت تطلع في الفيديو الجاي. ايه رايك؟ ماشي. موافق؟ ماشي. باي. هلا والله. هلا والله بالاخ نوس. هلا والله بالطيبين. ده ايه ده؟ ده ايه؟ ده معلم من معالم اكتوبر. اللي بيجي اكتوبر لازم ياكل الكائن ده. كنافه النابلسيه يا جماعه. في واحد صاحبي بالنسبه له وفائه للكنافه النابلسيه اكتر من وفائه للوطن. يعني وهو بيحارب اسرائيل مثلا، لو واحد اسرائيلي جه اداله طبق كنافه ده ممكن يحارب معاه. انا دلوقتي في بيت انس. الساعه 55. الساعة 55. بتشرب خمرة فيها 10% كحول. صلينا الفجر الحمد لله وقعدنا شوية، بعد كده نزلنا نصور التايم لابس بتاعت الشروق، هتشوفوها في أول الفيديو إن شاء الله. هجاوب على أسئلة. إيه الحاجة اللي لو ممكن تكتبي لي عربي بلاش فرنك؟ ليه أنس دايما بيحط دينه جوه الكاب؟ ليه تحط دينك جوه الكاب يا أنس؟
عجبك شكل كده يعني؟ جهازي عباره عن ايه؟ انا ما اتكلمتش على جهازي خالص من اول الفلوجات. جهازي هو ويب سايت الناس اللي بتجمع الكمبيوترات او بتحب تكستمايز كمبيوترز، ديسكتوب مش لابتوب. بيخش على السايت يبدا يختار المذر بورد اللي هو عايزها، الرامات اللي هو عايزها، البروسيسور اللي هو عايزه، وشكل الكيسه اللي هو عايزه. بيختار كل حاجه بالمواصفات اللي هو عايزها بس، وهو بيجمع بيحسب له السعر كده على جنب، وبعد كده بيطلب الجهاز. احنا بنجمع له الجهاز ونوديه له لغايه البيت شغال وعليه كل البرامج اللي هو عايزها. ده جهازي ببساطه يعني. حاجه مهمه، جهازي اليومين دول واقفه شويه، هننزل قريب هنتكلم على جهازي اكتر في الفلوجات الجايه ان شاء الله. اول بس ما تتظبط. ازاي اتعرفت على اصحابك؟ اصحابي مين بالظبط؟ انس. احنا جيران اصلا. انس ساكن في العماره اللي جنبي. انس اللي يعرفني اصلا مش انا اللي اعرفه. العدسه اللي بتتركب على الموبايل اسمها ايه وبتتجاب منين؟ طيب هحط لكم اللينك بتاعها تحت تشتروها من مصر. هي في الغالب بتتباع في محلات التصوير. عرف جهازي. عرفت جهازي. How you download Adobe Premiere on my laptop and not to be trial version. هو انت لو عايزاه من غير ما يكون ترايل قدامك حلين، يا تعملي كراك يا تشتري. لو هتشتري هتدفعي بالشهر تقريبا المبلغ تافه يعني مش كبير. about 300 جنيه في الشهر. لو عايزه كراك هتنزلي تورنت. يعني ايه تورنت؟ تورنت بالنسبه يعني ايه تورنت؟ تورنت ده نظام داونلود بيعتمد على حاجه اسمها السيدرز. هو حاجه زي ما كل الناس بتداونلود مع بعض في نفس الوقت وبتبدل ملفات معينه، فكل ما عدد الناس اللي بيعملوا داونلود الملف ده في نفس الوقت زاد، كل بقى ما سرعه تنزيله اسرع. بس طبعا الكلام ده كله بايرتد، يعني ايه؟ غير مرخص رسميا، نزل حاجه غير قانونيه. غير قانونيه. تسنيم هحط لك لينك البرنامج بتاع التورنت ولينك التنزيل بتاع الادوب بريمير. ايه افضل نوع لابتوب؟ بص ربيع، انضف حاجه ماك طبعا، تجيب ابل حاجه وويندوز حاجه على حسب انت هتستخدمه في ايه. لو هتلعب جيمز فانت مش محتاج تجيب ابل. هتشتغل جرافيك ديزاينر او مونتاج او افتر افكتس فانت يعني اظن ابل هيبقى احسن لك. احسن حاجه غير ابل في الويندوز لينوفو حلوه جدا، ديل حلوه جدا. ابعد عن اتش بي علشان بيسخن بسرعه واحنا في مصر الجو حر، وهتقعد تغير فانات وهتخش في سحله تنينيه يعني. اسال انس. انت وحازم اخوات. حازم انا دلوقتي بعمل كيو ان اي، فواحد سالني انت وحازم اخوات، رد عليا بفيديو برضه. ويعني عشان شبهي ومربي دقنه زيي وحاطط بتاع في ساعته زيي وبيمنتج زيي وبيقلدني، نبقى اخوات؟ لا مش اخوات ولا حاجه. على فكره انا مصور الفيديو ده بالطول عشان ابوظ لك الكادر بتاع الفلوج بتاعك. اتصرف بقى. طيب كفايه كده النهارده كيو ان ايه عشان الجو حر وانس حران وبيقول الشمس طلعت. ديت حاططها علشان الساعه بتاعتي مقطوعه، نغيرها خلاص حان الوقت. ديت بتاعت رايز اوف ايجيبت. اسمه ايه؟ كاجياما. نايس خلصت. طيب حبة حاجات سريعة. شايفين العلامة ديت؟ العلامة دي بتاعت الموبايل مليان. عشان نشيل العلامة ديت وعشان نوفر الاستورج بتاعت الموبايل ونقللها شوية نفضيها شوية، في حل. جوجل فوتوز بيعمل ايه؟ بيعمل باك اب للصور كلها على الاكونت بتاعك بتاع جوجل بتاع جيميل وبيمسحها من الموبايل. فهو بيعنيها لك عنده، انت لما تحتاجها بتخش تجيبها من على الابلكيشن. الابلكيشن نزل. طيب اوكي، بنلوجن ساين ان باك اب اند سينك، بتعملها اون، دوس دون. من هنا كده نختار سيتنج باك اب اند سينك، بنخليه اون من هنا. بعد كده نختار السايز بتاع الصوره. انا بخليه هاي كواليتي، ممكن تخليه اوريجينال. هاي كواليتي بيرفع لك الصوره بالكواليتي بتاعتها العاديه، الاوريجينال بيرفعها بكواليتي اقل، او هو بيحافظ على الجوده على قد ما يقدر. الباك اب بتاع الفيديوز بتقول له ان انت عايز تباك اب الفيديوز من الواي فاي بس ولا من الواي فاي والموبايل نتورك، فبتختار الواي فاي احسن عشان هيبوظ لك الباقه لو انت اخترت الواي فاي والنتورك. والفوتوس برضو بتختار الواي فاي بس، بتقول له باك اب اول، هنا بيقوم عامل باك اب اول. في اب ستورج ديت هي الحركه الصياعه اللي هتخلي الموبايل يمسح كل الصور اللي عليه اللي اترفعت على النت خلاص. استنى هات لي من الشاحن. طيب قعدنا شويه عشان نسيبه يابلود صور عشان نفري اب ديفايس ستورج من هنا. دلوقتي بيدور على
الحاجات اللي ممكن تتدلت. هو الكلام ده يشتغل على حاجات الابل؟ المفروض يعني، مش عارف بقى النظام عندكم. هعمل ان شاء الله بالسود. حاجات الاي اس. لقى 109 ايتم اتعمل لهم خلاص ابلود وممكن يتمسحوا من على الموبايل، فهنقول له ريموف ال 109. فانت كده فضيت المساحه كلها وفي نفس الوقت ما مسحتش الصور معاك على نفس الاب، هتلاقيها في نفس الاب. عايز اعرف الناس اللي بتتفرج بتستخدم اندرويد ولا اي او اس، فكل واحد يكتب هو بيستخدم ايه.